عم دونجا. لا كاجو. ايه ده؟ انت عملت ايه؟ ده كمان انت عملت ايه يا ابن اللذيذ؟ يا ابن الوسخه. لا كاجو. بيت امك على الصبح لازم نخلفوا ابوكوا على الصبح. الحمد لله على السلامه يا عربي. اهلا اهلا. تعال تعال هديك ايجار السنه كله. تعال يا راجل يا محاسن حبيبي يا عم ليلى. هو انا عملت حاجه غلط لا سمح الله؟ اسمع يا انت، اللي هيحصل هنا في الاوضه دي دلوقتي لازم يفضل سر بيني وبينك اليوم الدين. لا اسمع معي. نعم. انت تعمل فيديو دلوقتي عشان متابعين مستنيينه. طب هم هيعملوا لايك وسبسكرايب؟ مالكش دعوه مالكش دعوه. حاضر. جايين نهدي النفوس. بعدين يعني انتوا برضو اهل وحبايب ومهما كان دي ليله العمر. ها روقوا روقوا. انا مش عارف ازاي اقدم ضيفنا اللي جاي. انا لو اعرف اقول على طول. هو انا هخبي على حضرتك ليه؟ عايزكم تساعدوني وعن اسئلتي تجاوبوني. ما تسال يا وبلاش تحيروني. اسمعوني. صرخ ليه يا معانا لعيب كوره شوفوا تقول ما ينفعش يكون رياضي، ده عيل سرسجي. صح انا كده، انا مش كده يا فضله. ينزل الماتش يشمر الشورت ويبين في خاده. يا ريتني كنت الليفه يا حاج. احب يا جمل. تحسه داخل زريبه تقولش عرباجي. بتقول ان الاهلي فوضى. كذب. مش قاعد من جنب يالا انت. مش قاعد من جنب يالا. يلا امشي انت. امشي من جنب. امشي. لو عايز تزود عقدك مش بالطريقه دي يا حبلجي. قول انت بقى. اتعلم من زيزو وخليك ناصح وحورتجي. اذا كان كده معلش. معانا ومعاكم نبيل عماد دونجا. جاتك البلا في شكلك. مش تفسر انت بتقول لي ايه؟ شفت ياض يا دونجا جايبينك في تسلا اخر سفريه رجعت في عربيه ترحيلات. رايحين فين؟ رايحين لحضرة المأمور، ثم إلى النيابة، ثم إلى المحكمة، ثم إلى السجن 25 سنة. إذا كانت أخلاقك كويسة يبقوا 20 بس، أما إذا كانت أخلاقك زي صاحبنا ده يمكن يعدموه. واقف ليه؟ مستني بعيد. ثم شفت ياض يا دونجا جايبينك في تسلا اخر سفريه رجعت في عربيه ترحيلات. يا فقر. اتوحشنا بس ابعت لك عيش وحلاوه كل يوم. يا فقر. كل يوم ابعت لك عيش وحلاوه. يحيى العدل يحيى العدل. خبر اسود يا جماعه. طب بالذمه ده لعيب كوره ده استرجي. ورتنا. ربنا يخليكي بنورك. شكرا. بص الواد قافش في ايديها ازاي. عارف انا لو تحققت عاطفيا خد مني احلى شغل، والله العظيم احلى شغل. دي مواهب مختلفه مش بس مزيكا. عندنا مزيكا وعندنا سيوف وبلالين ووز، موتوسيكلات وعجل واجهزه كمبيوتر ووجبه من الكانتين اللي مش عاوزين تقربوا له ابدا وترابيزات بلياردو وبنج. الدقن دقن عربجيه والشنب شنب محاسب. ايه يا جدع انت الكلام الماسخ اللي بتقوله ده؟ ايوه ده سؤال مهم. انت تقصد ايه بالكلام الماسخ ده؟ انا زملكاوي. زملكاوي؟ هو لسه في حد زملكاوي؟ ربنا نصرني على ناس كتير جدا بتشكك. عامل ايه؟ دونجا مو بس لاعب. طبال يعني ولا مين؟ لا عم دونجا. لا كاجو. دي البدايه. دي لسه دي احنا بنسخن. حد يقول لهم ان احنا لسه بنسخن. قول لهم ان احنا بنسخن. دلوقتي كابتن زيزو علشان يجدد للزمالك طالب 80 مليون. من ايه؟ مش صحيح. عشان مجنون. حرام عليك شليت الراجل. زيزو علشان يجدد للزمالك طالب 80 مليون. وما قالكش هياخد الفلوس ازاي؟ يا عم في جاني احنا معانا فلوس اصلا نعدي بيها الشارع. فلوس ايه اللي هياخدها؟ ومين اساسا اللي هيدفع له؟ دونجا يطلب كام؟ سعرك كام؟ 50 مليون. ليه؟ ابو تريكه. لا يا عم مش ابو تريكه. ايه الحمار ده جايبينه من كابتن حسين لبيب.
دونجا ب50 مليون جنيه. يا باشا لو طلبتوا فيه 400 جنيه مش دافعين. لا مش استخسار، نتانة. دونجا ب50 مليون جنيه. ماشي يا لطفي، الغى عنه. ماشي يا لطفي، يلا ماشي يا لطفي، يلا مع الف سلامه. الف ايه؟ ليه التبذير بتاعك ده 1000؟ يلا في داهيه، يلا بقى خليك غرقان في خسارتك. حاسب على الشاي بتاعك قبل ما تمشي. سعرك كام؟ 50 مليون. فاهم انه هيطلب 1000 ونص. الواد ده خلاص اتنفخ رسمي، ده بقى بتاعنا احنا دلوقتي. زيزو نجم مصر وافريقيا. ماشي. لا نجم مصر ده عندكم انتوا. بقول لك ايه، سيبك من الصعبانيات دي بقى، ها وسمعنا حاجه حلوه بقى. حمزه مطرب يا فندم. مطرب والله. رامز جلال عم المجال. ايه ده؟ وحش ولا ايه؟ مين ده؟ انا ما اعرفوش. شربني مقلب ولا في الخيال. الله وفرحان قوي. شربني مقلب ولا في الخيال. الله. هي مش مقنعه؟ كمل يا سيدوني، انا مستني اشوفك هتكفلها كيف. استنوني في رمضان في برنامج رامز إيلون مصر على MBC. استنوني في رمضان في برنامج رامز إيلون مصر على MBC. ايوه طب انت عايز ايه دلوقتي؟ نادي الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر. بأمارة ايه؟ يا اخويا بأمارة العلا اللي بتاكلها كلنا ياض. اخش اجيب لك سطر الجلاليب من جوه. انت بتعايرني؟ دي كانت ملفات قديمه واتحرقت خلاص، انا دلوقتي بكافح يا بابا. وبمناسبه بقى اكبر قلعه رياضيه في مصر، اكبر بقالها في مصر. اسمع الفاهم بقى، التميز العبقري. قول يا حبيبي. رسالتي للكابتن حسين لبيب. نعم. ارغي يا عم الأمور. كابتن حسين لبيب، النادي الاهلي هو احسن نادي في افريقيا. يا ابني حرام عليك والله هتموتني ناقص عمر. النادي الاهلي هو اكتر نادي حصل على بطولات في القاره السمراء. وايه الجديد يا شيرلوك هولمز انت؟ النادي الاهلي النادي الوحيد اللي وصل اكتر من مره لكاس العالم للانديه. 5 حرام عليك. اعطي له 5. النادي الاهلي هو اقدم نادي، اقدم من نادي الزمالك 1907 وده 1911. كان يوم اخبر يوم ما عرفناكم. النادي الاهلي هو بطل الدوري اللي فات وبطل كاس مصر. ايه هذا الحنك اللي معفن دي؟ ايه هتنجد مجاري من بقك؟ ايه دي؟ هي مش دي الحقيقه؟ مش ده الواقع؟ واقع ايه؟ واقع عليك دوار بالكنيب بتاعك باللي قاعد على القعده نفسيه. النادي الاهلي هو بياخد رعايه اكتر من الزمالك يا كابتن حسين يا لبيب. والله الواحد ما بيشيلش غير هم النبر بتاعكوا ده، لو كل واحد يخليه في حاله. النادي الاهلي يعني اسمه بقى اسم كبير جدا على مستوى العالم، بقى معروف بسبب مشاركاته في كاس العالم للانديه. ايه تعرف تعمل زيه؟ بصراحه لا. خلاص استمتع وانت ساكت. بوجه رسالتي لكابتن حسين لبيب، وانه قال ان الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر. شكرا، روح لامك. سلمني على امك. حقكوا عليا، انا غلطان. دماغك يا ابن بص. يا دماغ قفك هنا. انا عايز بالونه. بالونه بيضه. طيب ابن امام. اه يلا ابن هنا ما بيبيعش بلالين. يلا فيديو خلاك بس تبتسم، لا تنسى تعمل لايك وتشترك في القناة، ولا تبخل علي بالتعليقات لأنها بتحفزني أنزل فيديوهات تاني بشكل أسرع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.